الساعة 3 بالليل، كل سكان العمارة كانوا شايفين نور شقة فوق السطوح. المشكلة مش هنا، المشكلة إن صاحب البيت كان بيقسم إن مفيش شقة فوق السطوح أصلا. أنا اسمي ياسين. عمري ما كنت بصدق حكايات العمارات القديمة، لكن من أول أسبوع ليا في عمارة الهدى بدأت أسمع صوت غريب فوق السطح. مرة كرسي بيتسحب، مرة خطوات بطيئة، ومرة صوت باب بيتقفل. وأنا ساكن في الدور السادس، يعني آخر دور قبل السطح، والمفروض إن فوق مفيش غير أوضة صغيرة للعدادات. في صباح اليوم التالت سألت عم رمضان البواب بهزار: هو في حد ساكن فوق السطوح؟ بصلي بنظرة غريبة وقال: فوق مفيش غير السطح، ولو سمعت حاجة بعد الساعة 3 ما تطلعش. الجملة كانت قصيرة، لكن فضلت تلف في دماغي طول اليوم. بالليل فضلت صاحي أراقب. الساعة 3 بالظبط شفت انعكاس نور أبيض على حيطة السلم. خرجت من شقتي وبصيت لفوق، في نور جاي من السطح فعلا. طلعت كام سلمة وسمعت صوت راديو قديم وتشويش خفيف، وقبل ما أوصل سمعت صوت باب شقتي بيتحرك تحت. نزلت أجري وما لقيتش حد، ولما بصيت لفوق تاني النور اختفى. تاني يوم سألت واحدة من الجيران، قالت لي إن زمان كان في ملحق صغير فوق السطح واتأجر لراجل عايش لوحده، وبعد فترة اختفى. محدش شافه نازل، محدش شافه راجع. وبعدها صاحب العمارة قال إن المكان اتهد، لكن قبل ما تدخل شقتها قالت لي جملة أغرب: لو شفت النور ما تردش لو حد نادقلك باسمك. في الليلة اللي بعدها طلعت فعلا. باب السطح كان موارب، ولما دخلت لقيت السطح منور بضوء أبيض جاي من آخره. ومن بعيد شفتها، شقة صغيرة، باب خشب قديم، شباك بستارة متحركة. وقفت مكاني لأني كنت متأكد إن المكان ده ما كانش موجود قبل كده. وفجأة سمعت صوت واطي من جوه بيقول: ياسين. الصوت اتكرر: ياسين ادخل. قبل ما اتحرك حد مسكني من دراعي. لفيت لقيت عم رمضان، وشه كان شاحب وقال لي بصوت واطي: بص في الأرض وما تتكلمش. نزلني من فوق بسرعة، وبعد ما وقفنا في الدور السادس قال: لو سمعت اسمك تاني من فوق اعتبر إنك ما سمعتش. سألته إيه اللي فوق، فقال: حاجة بتحب اللي يركز معاها. من هنا الموضوع بقى أكبر من مجرد فضول. في الليلة اللي بعدها ما طلعتش، قعدت في شقتي وسجلت أي صوت جاي من فوق بالموبايل. الساعة 3 النور انعكس من تحت الباب، وبدأت أصوات خطوات، كرسي، راديو، وهمس. الصبح شغلت التسجيل. في البداية كان في تشويش، وبعدين سمعت صوتي أنا وأنا بقول: هو في حد ساكن فوق السطوح ولا إيه؟ مع إني عمري ما سجلت الجملة دي. دي كانت محادثة بيني وبين عم رمضان تحت العمارة. بعدها جه صوت عم رمضان، لكن بجملة مختلفة: كان لازم ما تسألش. وفي آخر التسجيل صوت تالت قال: هو لسه مش فاكر. نزلت لعم رمضان على طول، قلت له إن التسجيل فيه كلام عن حاجة أنا ناسيها. الراجل سكت شوية وطلع لي ظرف قديم من درج مكتبه، جواه صور قديمة للعمارة. في صورة من سنين طويلة السطح ظاهر وفي آخره نفس الشقة، وفي صورة تانية في شاب واقف قدام بابها. بمجرد ما شفت الصورة حسيت إني اتجمدت. الشاب كان شبهي جدا. قلت له: ده شبهي. رد من غير ما يرمش: مش شبهك، ده أنت. رجعت شقتي مش قادر استوعب. الصورة قديمة جدا، أقدم من سنين عمري في المكان، لكن الملامح كانت هي، نفس الحاجب، نفس شكل الوش. كلمت أمي وسألتها فجأة: إحنا عمرنا سكننا في عمارة الهدى؟ أنكرت في الأول، لكن لما قلت لها إني لقيت صور ليا هناك سكتت، وبعدين اعترفت بحاجة مرعبة. قالت إن وأنا طفل كان عندي فترة غريبة، كنت بصحى أقول إن في باب فوق بيتفتح وإن حد بيناديني، وبعدها نقلنا من المكان، ومع الوقت نسيت كل حاجة. من ساعة المكالمة دي بدأت صور صغيرة ترجع لي، مشاهد متقطعة،
سلم ضيق، نور أبيض، إيدي الصغيرة ماسكة درابزين، وصوت بيقول لي أنت هترجع. وفي نفس اللحظة فهمت إن دي مش أول مرة أطلع فيها فوق. أنا كنت هناك وأنا طفل، وده معناه إن الشقة دي مرتبطة بيا أنا بالذات. الليلة اللي بعدها طلعت لوحدي. باب السطح كان مفتوح، والشقة كانت موجودة بوضوح أكتر من أي مرة. وقفت قدام الباب ولقيته بيتفتح لوحده. دخلت. جوه كان فيه صالون صغير، كرسي هزاز، منضدة، راديو قديم، وعلى الحيطة صور كتير، كلها ليا وأنا طفل، وأنا أكبر شوية، وأنا واقف في نفس الشقة في أعمار مختلفة. لكن صورة منهم كانت الأسوأ. أنا فيها بشكل الحالي تقريبا، واقف جوه الشقة وببص ناحيتي، كأن الصورة اتصورت في نفس اللحظة. رجعت لورا، الكرسي الهزاز اتحرك لوحده والراديو اشتغل، لكن بدل التشويش طلع صوتي أنا لو رجعت تاني ما تفتحش الباب، لو دخلت هتفتكر، ولو افتكرت هتشوفه. قبل ما ألحق أفهم خرجت مني كلمة مين، وفي نفس اللحظة جالي الرد من ورايا. أنا لفيت ببطء، وكان واقف في آخر الطرقة شخص بنفس ملامحي، نفس الطول، نفس النظرة تقريبا، لكن في حاجة فيه كانت أهدى من الطبيعي وأخطر من الطبيعي. بصلي وقال اتأخرت. ما قدرتش أتكلم. قال كل مرة بتنسى، وكل مرة بترجع، علشان الشقة ما تفضلش فاضية. قلت له بصوت متقطع انت مين؟ ابتسم وقال السؤال الصح، أنهي واحد فينا اللي خرج أول مرة؟ الكلام خبط فيا بشكل مرعب. بصيت على الحيطة تاني، الصور كانت كتير جدا، صفوف كاملة، كلها أنا، في نفس الشقة، في نفس الوقفة تقريبا. قال بهدوء انت طلعت هنا وانت طفل، شفتني وخفت، لكن واحد مننا فضل فوق وواحد نزل تحت. في اللحظة دي سمعت خبط عنيف على الباب. عم رمضان كان بيزعق من بره: ياسين، ما تردش عليه، اخرج. الشخص اللي قدامي ما اتحركش، بس قال كل مرة الراجل ده يتدخل. بصيت ناحية الشباك وشفت انعكاسي في الزجاج، لكن الانعكاس ما كانش ليا، كان ليه هو. والراديو طلع بصوت طفل صغير: هو أنا مين؟ الباب اتفتح بعنف ودخل عم رمضان. أول ما دخل الشخص التاني اختفى، كأنه ما كانش موجود أصلا. بصلي عم رمضان وقال يلا. وأنا خارج بصيت على الحيطة للمرة الأخيرة، ولقيت صورة جديدة ظهرت، أنا وعم رمضان واقفين جوه الشقة في نفس اللحظة دي. شدني وخرجني بسرعة، وأول ما عدينا الباب لفيت أبص، ما كانش فيه شقة أصلا، بس سطح فاضي وحيطة قديمة وخزان مية بعيد. نزلت شقتي قبل الفجر وما نمتش. فضلت أراجع الصور اللي صورتها بالموبايل، كلها كانت عادية إلا آخر صورة، فيها إطار فاضي على الحيطة وتحت ورقة صغيرة مكتوب عليها الصورة القادمة العائد من السطح. أنا سبت العمارة بعدها بيومين، ومن ساعتها وأنا بحاول أقنع نفسي إن اللي حصل كان ضغط أو وهم أو خوف متراكم. لكن امبارح بالليل صحيت الساعة 3 بالظبط على نور أبيض داخل من تحت باب شقتي الجديدة، مع إني ساكن دلوقتي في عمارة تانية وفي الدور التاني ومفيش فوقي سطح أصلا. وقمت ناحية الباب وسمعت صوت راديو بعيد، نفس التشويش، نفس الهدوء التقيل، وبعده صوتي أنا واضح جدا بيقول المرة دي ما تتأخرش.